مرحبا فيكم من جديد. اليوم راح نسوي معاكم كبسة سعودية بطريقة المطاعم، إضافات جدا بسيطة راح تقلب لكم الطعم 180 درجة، لذيذة. والأهم من هذا كله إنها مرة سهلة وراح تدمنونها بهذه الطريقة. بس قبل ما نبدأ لا تنسون تشتركون وتفعلون زر الجرس، ويلا على طول نبدأ. بالبداية راح نحتاج 4 حبات من البصل متوسطة الحجم، راح أقصصها مربعات صغيرة. وراح نحتاج زنجبيل كم شريحة، و8 حبات من فصوص الثوم أقطعهم وأخليهم على جنب. نجي لسر الكبسة، كبستنا اليوم وهي البطاطس المقلي. أخذت هنا 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم، راح أقطعها بهذا الشكل شرائح، وهذه الكمية كاملة. أبدأ الحين إني أقليهم لحد ما يستوي. في قدر الضغط راح أنزل البصل، وطبعا حطيت الزيت وسخن الزيت، راح أنزل عليهم على طول البصل وأبدأ أقلب لحد ما يتغير لونه. راح أحتاج الحين حبة من الفلفل الرومي وأقطعهم مربعات، وطماطم كمان أقطعهم مربعات. أنزل الحين على البصل بعد ما تغير لونه البهارات الصحيحة، وهي ورق غار وليمون أسود وقرنفل وهيل. أقلبهم شوي لحد ما يتغير لون البصل أكثر. بعد كذا راح أحط البهارات اللي هي كمون ملعقة وسط، ملعقتين، وملعقة وسط من الفلفل الأسود، وربع الملعقة كركم. راح أنزلهم وأضيف الثوم المهروس والزنجبيل وأبدأ أقلب. الحين راح أحط صلصة الطماطم تقريبا نص العلبة، وأبدأ أقلبهم كويس مع بعض. راح أضيف الطماطم وأبدأ أقلب شوية كذا، وراح أضيف الحين الفلفل البارد وأقلبهم شوية مع بعض لحد ما تمتزج المكونات. نخلطهم شوي مع بعض، وبكذا أضيف موية شوية وأخليها تتسبك تقريبا 3 دقايق. وبكذا على طول راح أضيف الدجاج عليهم. راح أحمس الدجاج شوي مع الخلطة، وبكذا خلاص راح أضيف الموية وأغطي الدجاج بالكامل، وخلاص أخليها لحد ما تستوي تقريبا 20 دقيقة. وراح أضيف حبة من الثوم، هنا قليت البطاطس وخلاص استوى. راح أقلي كمان بصل، وهذه الخطوة اختيارية. وبكذا خلاص خلص الدجاج واستوى عندي. راح أضيف الملح حسب الرغبة، وخلاص راح أطلع الدجاج وأحمره بالفرن. وراح أضيف 3 أكواب من الرز وحبتين فلفل اختياري بس راح يعطيه طعم. وبس كذا وهنا صار جاهز. ما أحكي لكم كيف ريحة الكبسة لذيذة، وكيف نثرية وشكلها يفتح النفس. صار وقت التقديم وخلاص كل شي جاهز عندي. أجيب الصحن التقليدي طبعا، وأوزع الرز وأحط الدجاج والحشوة طبعا اللي هي البطاطس والفلفل والبصل. قديش الشكل مرة مشهي ولذيذ، ونفس الطعم جدا جدا لذيذ. إذا سويتوا هذه الوصفة لا تنسون تكتبوا لي تحت في التعليقات. لازم تسوونها ولازم تجربونها، لأنها فعلا فعلا تستحق التجربة. جربوها وقولوا لي رأيكم. وبكذا خلصت وصفتنا اليوم. يا رب أعجبتكم. إذا أعجبتكم
لا تنسون تكتبوا لي تحت في التعليقات، وأشوفكم في وصفة جديدة.